ازيكم يا دكاترة؟ الحمد لله. كنا حابين نتكلم عن الفيتامينات وازاي اخد الفيتامين السليم في الوضع والحالة الصحيحة. تمام. اول حاجة يا دكتور عز، دلوقتي انا بصحى تعبان وبحس ان انا عندي خمول في اول اليوم، ابدا تمام. استخدم ايه؟ ده غالبا بيبقى نقص فيتامين دي. لازم في الأول هتعمل تحليل، وبعد كده ممكن عادي نبدأ بالتركيز، يعني أقل تركيز ليه فيتامين دي اللي هو 2000 وحدة، وحدة دولية يعني. بناخد قرص بعد الغداء، تمام، لمدة مثلا أسبوع هتلاقي فيه تحسن. تمام. طيب لو أنت مثلا أصلا أنت بتاخد فيتامين دي وبتاخد كالسيوم طبيعي لان انت عندك نقص فيهم فتره طويله، فبيبقى الاحسن ان انت بتاخد حاجه اسمها كالدين سي كي، لان ده بيبقى فيه فيتامين كي 2. ده بيخلي او بيوجه الكالسيوم ان هو يمتص داخل العظام، لانه هو ساعات بيروح يمتص في الاوعيه الدمويه، فبيعمل حاجه اسمها تصلب شرايين. فدي تمام. بتبقى مشكلته يعني. شكرا يا دكتور عز. دلوقتي يا دكتور احمد، انا مش عارف انام كويس وحاسس بوجع في عظم جسمي كله. جميل. هو طبعا بالنسبه للكرامبس ووجع العضلات، بالذات لو انا بروح جيم او انا مش بعرف من يفضل بستخدم المغنيسيوم، لان الكرامبس دي بتيجي من نقص المغنيسيوم. وفي من المنتجات الكويسه اللي موجوده في الصيدليه دلوقتي اللي هو ليميتلس مغنيسيوم، ده الماده الفعاله مغنيسيوم باي جلايسينيت 150 مللي جرام. ففي نفس الوقت يبقى غذاء للعضلات ما يجيليش كرامبس، في نفس الوقت اساعد على النوم وارتخاء الجسم، بالذات لو انا عندي طول اليوم في مجهود عضلي. من المكملات الغذائيه كويسه، وده ميعاده بقى قبل ميعاد النوم بساعه او ساعتين. شكرا يا دكتور احمد. دلوقتي يا دكتور عز، انا بتعب بسرعة شوية وحاسس ان انا مناعتي ضعيفة، ممكن استخدم ايه؟ هو طبعا احسن حاجه بيبقى هو الزنك. تمام. الزنك ده من الحاجات الكويسه جدا، بتاخده قرص يعني بعد الفطار الصبح، بتمشي عليه فترة، بيحسن معاك المناعة وبيرفع يعني قوة جسمك، بيحسن معاك البشرة، يعني دي فوائد كتيرة جدا يعني. تمام يا دكتور عز. دلوقتي يا دكتور احمد، لو تركيز ضعيف شوية احسن حاجة ايه؟ طبعا بالنسبه للتركيز او المجهود الذهني، من احسن الحاجات ان انا المكملات الغذائيه الاوميجا 3. وطبعا الاوميجا 3 ده بيتاخد يفضل بعد الوجبه الرئيسيه، او وجبه يكون فيها دهون عشان يسهل الامتصاص بتاعها، يعني افضل حاجه بعد الغداء. طيب اي اوميجا 3 اخده؟ لا، اللي يفضل الاوميجا 3 يكون مجموع الاي بي اي والدي اتش اي يكون اكتر من 2000، او ما يقلش عن 2000، لان لو انا قلت على 2000 الجسم ما بيستفادش بيها، ببدا يبقى نسبه تحسن بسيط. من الاوميجا يبقى اوميجا 3 او زيت السمك، يبقى المجموع 2000 مللي جرام. من البراندات الكويسه اللي موجوده الليميتلس اوميجا 3 ده فيها زيت سمك مجموعه 2000 مللي جرام، وباخده مره واحده بعد الغداء. شكرا يا دكتور احمد. لو انا بقى حاسس بخمول شديد طول اليوم ويعني نقص في الطاقة بشكل عام، اقدر استخدم ايه يا دكتور عز؟ طبعا كوانزيم كيو 10، ده ده من الحاجات الكويسة جدا، ده اللي هو بيعزز إنتاج الطاقة. وده من الحاجات طبعا الحاجات الكويسة جدا لو أنت عندك أمراض في القلب أو كده، بس يعني هتراجع برضو الطبيب بتاعك اللي أنت يعني بتتواصل معاه في الخطة العلاجية بتاعتك. بس هو من الحاجات الكويسة جدا، هو بتاخد قرص مرة في اليوم بعد الفطار. تمام، شكرا. دكتور احمد، ينفع اخد اكتر من مكمل مع بعض؟ ينفع طبعا. لو انا مثلا عندي ضعف تركيز، خلاص ماشي، ما انا هاخد الاوميجا 3 بعد الغداء زي ما احنا اتفقنا في اول الفيديو مع بعض، في وجودك يا دكتور احمد والدكتور عز. نفس الوقت طب انا عندي كرامبس، انا بروح جيم بالليل ومش عارف انام بالليل، يبقى اخد الليميتلس مغنيسيوم كغذاء للعضلات، يبقى انا كده اتنين مكمل، وانا محتاج حسب احتياج الجسم وحسب اللي انا بشعر بيه بستخدمه. وطالما انا بستخدمه بالجرعه المظبوطه وفي الميعاد المظبوط، يبقى الجسم بيستفاد منه. طب يا دكتور احمد، ايه هي علامات نقص الفيتامينات؟ علامات نقص الفيتامينات، انا دلوقتي لو انا بيجي لي برد كتير، يعني بمعدل مرتين في الشهر. هو المفروض ان يعني يبقى مرتين في السنه، او 3 مرات في السنه. حد اكتر من 3 مرات يبقى انت هنا المناعه ضعيفه. يبقى انا بقى استخدم الزنك زي ما الدكتور عز قال، ان الزنك من المواد يبقى قرص مره واحده في اليوم. يبقى انا محتاج الزنك. انا دلوقتي تركيزه قليل، يبقى انا محتاج الاوميجا 3. انا حاسس بخمول زي ما في اول الفيديو، يبقى بستخدم الفيتامين دي لغايه لما بعمل التحليل بالجرعه القليله اللي هي 2000 وحده دوليه الدي 3. يبقى انا بستخدمه، بفضل يبقى بعد الفطار او بعد الغداء في بدايه اليوم، بالذات لو انا كمان ما بتعرضش للشمس، ما باكلش اكل صحي، ما باكلش اكل فيه كبده او لحوم، يبقى انا محتاج الفيتامين د، وهكذا.
تمام يا دكتور. دكتور عايز ايه هم 3 اهم مكملات بالنسبه لك؟ هما التلات أهم مكملات على حسب أنا جسمي محتاج إيه. يعني ممكن يكون مثلا أنا عندي جفاف في العين وجفاف ده مزمن، فأنا ساعات بحب أستخدم الأوميجا 3. ده بيحسن إنتاج الدموع، الطبقة الدهنية اللي موجودة في الدموع، على حسب أنا جسمي محتاج إيه. بالظبط تمام. لو هاخد مكمل واحد ايه هو احسن مكمل ممكن اخده؟ إيه والله، انا يعني احسن مكمل هيبقى حسب احتياج الجسم. انا حاسس ان تركيزي قليل، يبقى اذا انا الاكل زي يبقى انا هاخد اوميجا 3. طيب انا حاسس ان انا كل يومين ثلاثه كل ما اجي انام بالليل بيجي لي كرامبس، يبقى احسن مكمل غذائي هيبقى المغنيسيوم بالنسبه لي، وهكذا. تمام. شكرا لكم يا دكاتره. تحيه يا دكتور. العفو. بس